السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاحتياج يا جماعة مش فلوس وبس، لا. عشان لو احنا ركزنا في الفلوس هنلاقينا كلنا محتاجين فلوس. الاحتياج أهم وأعمق من كده بكتير قوي. الاحتياج ساعات بيكون احتياج معنوي، احتياج نفسي. أنا محتاجة لحد إن هو يدعمني نفسيا، يقويني، يسندني. محتاجة حد إن هو يطبطب عليا. محتاج حد مثلا يقف جنبك بمشورة أو يديك نصيحة، حتى ولو انت حسيت ان انت مش محتاج حد. لا، انا عندي ثقافة كافية وعندي ذكاء كافي وانا شاطر في كل حاجة، مش محتاج حد. الناس اللي محتاجالي، لا، انت محتاج. حصل موقف كده من قيمة يومين، حد قريبي يعني راجل على خير، يعني راجل كبير، يعني مش كبير قوي، في الستينات كده. كان في عنده حالة وفاة لحد قريبه، فعايز يروح يعزيه، فمش عارف العنوان. فكل لما يتصل بحد يقوم يقول له ايه بقى، بعتلك اللوكيشن امشي عليه. يا جماعة انا ما بعرفش اقرا اللوكيشن، هو راجل مش مالوش في التكنولوجيا، عادي كلنا يعني عرفناها على كبر وملناش فيها قوي. قال له يا فلان انت رايح؟ رايح، بس انا اصلا انا جاي من بعيد ومش هينفع امشي على اللوكيشن. يا فلانة انتي رايحة يا بنتي؟ طب تاخديني معاكي؟ مش هينفع والله يا والدي، اصل انا ما وكله. يعني قالك مش هينفع. راجل يئس وزعلان وعايز يروح يعمل الواجب ومتضايق وليه كده وبتاع. وفجأة بعد ما قعد وحاسس باليأس، بص لقى تليفون جاله من حد بيسلم عليه. انت فين وبتاع؟ قال له انا في الحتة الفلانية. طب قال له انا كان عندي، انت عامل ايه يا حاج وبتاع؟ انت فاكرني؟ اللي بيتصل بيه بقى، انا اللي كنت في مرة محتاج معرفش ايه كده، حاجة معينة وانت عملتها لي، انا بقالي كتير وما سألتش عليك وكتر خيرك، وانا كنت فعلا ساعتها محتاجة الحاجة دي قوي والكلام ده. لا يا ابني ما تقولش كده، الله يبارك لك، مال صوتك يا حاج، اصلا انا المفروض اروح اعزي. وحكى له القصه. قال له يا خبر، انت فين دلوقتي؟ قال له انا في الحته الفلانيه. قال له ده انا جنبك، كنت في مشوار وانا بيتي جنب المكان اللي انت عايز تروح تعزي فيه. سبحان الله. قال له بجد؟ يعني اقدر يعني اعتمد عليك تيجي تاخدني؟ قال له اتكل على الله، وانا جاي اخدك دلوقتي واوديك العزا يا حاج، وهستناك وهعمل معاك واجب واخد ثواب وهرجعك تاني بيتك. سبحان الله. مهما عدينا وحسينا ان احنا مش محتاجين حد وانا جامد وانا قوي، لا، احنا محتاجين بعض، محتاجين بعض جدا. ومفيش حاجة هتقدمها النهاردة لحد كان محتاج لك غير لما هتترد لك وبأحسن منها. دايما دوروا على الحد اللي محتاج وساعدوه، عشان في يوم ما انت تحتاج تلاقي اللي يساعدك بجد. ما تستناش يجيلك بالصدفة، دور عليه انت هتلاقيه. ممكن تلاقيه في بيتك. الست بتاعتك مثلا محتاجة انك تطبطب عليها، تقول لها كلمة حلوة عشان تقويها على اللي هي فيه. او جوزك من تعبه وشقاه واللي هو شايفه محتاج برضو ان انت تقوليله وتدعميه وتقويه على الايام واللي فيها. او ولادنا محتاجين نقف جنبهم بكلمة كويسة، بتشجيعة حلوة، برافو انتوا اللي جاي افضل، انا مبسوط منكم جدا، حقكم عليا اذا كنت مقصر. او جاري محتاج حاجة اقدر اعملها له. كلنا محتاجين لبعض. اوعى تستنى لما اللي محتاج يدور عليك عشان تفكر ساعتها اذا كنت فاضي ولا لا انك تساعده. لا، دور عليه انت هتلاقيه، ولازم تساعده، عشان بكرة انت لما تحتاج تلاقي اللي يساعدك. وربنا ما يحوجنا لأي حد في أي حاجة غير في الخير، وربنا دايما نتحوج له بكل خير، وربنا دايما يقف جنبنا ويدينا على قد تعبنا وعلى قد وقفتنا مع الناس في احتياجاتهم. سلام عليكم.